مكوناته سهله وبسيطه. حبه ملح، حبه ملح حسب الرغبه، انا ما بحبش اكتر ملح لان انا بحط سكر زياده شويه. خلاص، ادي الملح وادي السكر وميه وميه، مش يعني مش حكايه يعني. ادي الميه، وطبعا انا ما بحبش ان انا اكتر ميه. انا حاطه معيار دي قد ايه. انا هعمل ان شاء الله 4 فطاير، هعمل لهم 2 كيلو ونص او 3 الا ربع، في حدود 3 الا ربع كده دقيق. وحسب ما انت عايزه، انت ممكن تعملي 2 كيلو ويبقى معاك الفطير صغير شويه، على قد فرنك، على قد حاجتك، على قد صوانيك اللي موجوده عندك في بيتك، مفيش مشكله خالص، مفيش مشكله. يعني انت ممكن تعملي اللي انت عايزاه، طالما في بيتك وبابك مقفول عليكي، اعملي لاولادك وتجرئي واعملي كل اللي انت عايزاه. مفيش حاجه تصعب علينا، وانا قايله لكم قبل كده مفيش حاجه تصعب علينا يا جماعه، احنا اللي نصعب الامور على نفسنا. انا بعجن حبه بحبه وبحط ميه شويه بشويه، بحيث ان انا ما ازودش، لان الدقيق معايا دي دقيق فينو، دي دقيق فينو. انا ما بعملش الفطير باي نوع دقيق تاني غير الدقيق الفينو اللي هو استخراج 72%. اي نوع دقيق معاكي اعملي بيه دقيق الفينو، تعملي بيه. انما الدقيق اللي انا قايله لكم قبل كده دقيق الغله، لان في ناس سالتني عن دقيق الغله ينفع يتعمل فطير؟ لا طبعا ما ينفعش يتعمل فطير. ممكن تعمليه لو انت حبه تاكليه عادي، بس بيبقى مبلط وما بيبقاش زي دقيق الفينو. خلاص، ان شاء الله انا هعمل لكم الكماج بدقيق الغله، لان في ناس معايا على الفيس طلبته مني خاص وقالت لي انا عايزاكي تعملي لنا دقيق الغله، لان هو بيلطمنا شويه في العمايل. فان شاء الله هعمل لكم فيديو في اقرب وقت، في اقرب وقت خالص هعمل لكم الفيديو اللي هو الدقيق اللي بالغله بيتعمل له الكماج باسراره كلها. يا رب يسعدكم ويسعد ايامكم يا حبايبي يا رب. خلاص، انا بعجن حبه بحبه وميه شويه بشويه، لان انا ما بحبش اكتر ميه زي ما انا قايله لكم قبل كده، عشان انا اللي اتحكم في العجينه مش العجينه اللي تتحكم فيا. شايفين؟ طبعا انا غبت عليكم والله، معلش ان انا غبت عليكم، بس انا غصب عني والله، فمحدش يزعل مني يا جماعه ان انا بغيب كده عليكم. وانا بشكر برضو كل اللي بيدعمني ووقف جنبي، الحمد لله الحمد لله. لولا وقفتكم معايا ولولا دعمكم ليا ما كانش هيبقى يعني في حياه كده، يعني في معنى للحياه. لابد يبقى لنا اهداف في حياتنا عشان نحس ان الحياه لها طعم والحياة لها معنى. طبعا انا حسيت ان حياتي لها طعم ومعنى بيكم انتم، بالكومنتات الجميلة اللي بتجيلي. الامورة العسل اللي انا معرفهاش اللي بتبعتلي وتقولي انا بحبك والله. طبعا انا بحبكم كلكم، وطبعا بحبها من غير ما اشوفها ومن غير ما اعرفها. يا رب يسعدها ويسعد ايامها ويسعدكم جميعا يا رب. شايفين العجينة؟ انا ممكن بقى ازود ميه واسهل على نفس الامور، بس انا حابه ان انا اعمل كميه محدوده. يعني ان انا مثلا هعمل 4 هم ال4، مش حابه ان يعني ان انا اعمل والاقي نفسي محتاجه دقيق زياده واضطر ان انا ازود في الكميه. لا طبعا انا ما بحبش الخساره، يا رب دايما ما نخسرش ابدا، لا احنا ولا انتم يا رب. اهي انا مش هعجنها، بس مش هعجنها قوي وهوريها لكم وبغطيها. انا هوريكم كل حاجه، بس انا طبعا دلوقتي هعجنها بس حاجه بسيطه، علشان الفطير بيحب يا جماعه ان انت تسيبيه يرتاح وترجعي له تاني. هو ده اصلا سر نجاح الفطير معاكي. لو قعدتي تعجني فيه طول النهار العجينه بتاعته ما تنعمش معاكي، زي ما انت هتسيبيه شويه قيمة 10 دقايق او ربع ساعة وما بجرالوش حاجة. ما بتحطش عليه خميرة، ما بتحطش عليه بودر، ما بتحطش عليه اي كان من نوع من انواع المحسنات. هو عبارة عن ملح، مية، سكر والدقيق وبس، فقط لا غير. ده الفطير. عشان كده لو سبتيه حبة ورجعت له تاني وقعدت ولتتيه تاني او عجنتيه تاني بالعكس بيزيد حلاوة وبينعم، ما بجرالوش اي حاجة. شايفين؟ انا بس كده بشرب الميه وخلاص، يعني حاجه بسيطه كده، وهقوم مغطيه عليه وسايباه. دي اللي هو الفطير اللي بالعسل ده بيبقى طعمه جميل جدا جدا جدا،
اطفالنا بتحبه او بدل ما تشتري من بره ممكن تحط عليه انواع المكسرات كلها اللي انت عايزاها، بيبقى جميل وطعم وليه طعم كده، وتحسي ان انت بتاكلي حاجه يعني كده، تحسي انها حاجه حلوه مع وجبه كده جميله ولذيذه وسهله، حتى سهل في الاكل، حاجه كده بتاكليها لا تتعبك ولا اي حاجه. سلام بقى على كوبايه لبن جنبها، يا سلام كده تاكلي ما شاء الله، بتبقى جميله. وبالذات في الشتاء، عارفين في الشتاء تبقى وجبه عشاء او فطار او غدا، والله بتبقى وجبه جميله جدا ومغذيه لاطفالنا كلهم. بصوا انا هسيبه على كده وهغطيه، يعني شوفوا انا مش هعجن فيه بقى وبهدل نفسي ولا اي حاجه، انا هسيبه على كده وهغطيه بالمشمع بتاعي اللي انا طبعا مجهزاه، وانا قايله لكم قبل كده كل حاجه بحب اغطيها بالورق الاسترتش او الايه او حاجه ماده حافظه ان انت تحفظي حاجتك ما تبص مني. خلاص انا مش هعجن وبهدل نفسي اهو، انا هسيبه على كده، هلم اهو وهسيبه وهغطيه 10 دقايق وهرجع معاكم تاني بالفيديو. ادي مشمعنا الجميل اهو اهو، ان شاء الله 10 دقايق وهنرجع مع بعض تاني. انا قلت لكم ان انا هسيبه، انا ما عجنتوش يعني، انا اعتبر بس انا شربته بالميه اللي انا حطيتها بكميه الميه اللي هيحتاجها. خلاص شايفين العجينه بدات تسيب من نفسها، ده للفطير بس، دي عجين الفطير بس. ليه؟ عشان ما ياخدش مني مجهود ويتعبني في العجين، يعني ان انا بسهل على نفسي الامور، بسهل على نفسي ايه الامور دي يا جماعه. والله تكه جميله جدا ومعلومه عشان تكونوا عارفين، في منتهى الصراحه والصدق، وفي سر من يعني من اسرار نجاح الفطير ان انت تيجي تعجنيه وتلاقيه زي اللبان معاكي، مهما تفردي فيه مهما تشدي فيه يتفرد معاكي. وانا هوريكم كل حاجه قدامكم، يعني انا الحمد لله مش عاجنه عجين جنبه وحاطاه واجيب لكم عجين تاني واقول لكم لا، انا بقول لكم واحده واحده وانا معاكم. ببقى مبسوطه اما حد يسالني على حاجه او حد يكلمني على حاجه، ببقى مبسوطه جدا جدا جدا. شايفين انا بقى ايه العجينه معايا سهله وجميله. معلش في حاجات كده تخلينا نفصل الكاميرا وبنرجع تاني، بس والله انا ما عملت اي حاجه غير اني بس ايه كان حد كده بينده عليا، معلش يا جماعه. شايفين العجينه ازاي نعمت وبقت سهله، اكني لتت فيها ساعه، اكني قعدت اعجن فيها ساعه، لان هو طبعا ما في من غير محسن من غير خميره من غير اي حاجه بقى عجينها سهل. طبعا انا رشيت حبه ميه علشان طبعا العجينه جامده في ايدي، قمت رشيت حبه ميه عشان انا عايزاه عجينه الفطير المفروض ما تبقاش جامده، ما تبقاش جامده، تبقى عجينتها شايفين يا جماعه عجينه الملبن كده الطريه، او عجينه اكنها البانه. شفت لما بتتك على البانه تلاقيها طريه كده وتمط فيها مهما تمطي، انا عايزه العجينه اللي في ايدي تبقى كده. خلاص ومعلش بقى تسامحوني ان انا مثلا بقول كل مره حاجه كده عن تجربه او عن ايام انا عشتها، بتكلم في حاجه. انا طبعا لا انا مصلحه اجتماعيه ولا انا مثلا يعني انسانه مثقفه او عندي خبره، غير اني عندي خبره في الحياه، بس في الحياه عن التجربه اللي انا عشتها. انا نفسي يعني كل ام يعني ربت وتعبت ووصلت لسن 50 و60 سنه و70 سنه، ده مش سن يعني صغير او هنين ان يتعب علينا حياتنا او مصاعب حياتنا يعني. خلاص كده ان شاء الله من غير مقاطعه. انا كده بقى ايه كده بقى، هي شوفوا ما شاء الله، شفتوا بقول لكم زي اللبان كده، عجينه كده زي اللبان اهي. انا كده هقرصها على فكره يعني انا هقرصها على طول. ومعلش بقى انا والله نفسي اتكلم معاكم بجد، انا حاسه ان انا متلخبطه وانا بكلمكم ومعرفتش برضه اتكلم معاكم حلو، لاني كان عندي شغل وما عملتش فيديو من زمان، ونفسي بصراحه ان انا اعمل فيديو واتكلم معاكم، بس هعمل ايه الوقت اللي انا اخترته ان انا اعمل فيه الفيديو بصراحه غلط. ليه؟ لان دلوقتي تقريبا الساعه عدت 1 وعندنا بقى الست ندى عليها درس رايحاه والعيال بقى كلهم حواليا ملخبطيني، فمش عارفه اتكلم ومش عارفه اقول. انا مقرصاها على فكره يعني على حسب ما انا عايزه، ممكن تبقى قليله عن كده مفيش مشكله. خلاص
وانا برضو هقرص واحده كده صغير عشان اوريكم لو انت ما بتعرفيش تفردي ممكن تعملي فيها ايه. ماشي، ادي ايه واحده كمان اهي. دلوقتي انا خلاص انا قرصتها يا جماعه، معلش. لازم ادهن ادهن وشها زيت والارضيه بتاعت الصينيه زيت علشان خاطر ما تلزقش مني. ممكن ترش دقيق بس هو الافضل والاحسن هو الزيت. خلاص، دي طبعا ان شاء الله فطيره بس هي بتبقى حجمها كبير، ودي واحده ودي واحده. انا قايله لكم انا هعمل 4. انا قاسمه ديت على 2 ليه؟ عشان اللي ما بتعرفش تفرد فطير انا هوريها تعمل ايه. تعمله بالحجم ده او ممكن تعملها على 3 احجام صغيره وتفردها فطيره وهي قاعده بمنتهى السهوله، ولا تحتاج تشتري زبده ولا اي حاجه، حته سمنه من بيتها وتعملها وهي قاعده. خلاص يا حبايبي، خلاص انا هبتدي دلوقتي ان شاء الله افرد قدامكم الفطيره الصغيره. انا قلت ان انا بقى بقرب عليكم مسافات. شايفين ما شاء الله العجينه تحت ايدي عامله زي الملبن ازاي؟ انا بقرب يا جماعه عليكم المسافات، بحيث يعني ديت انا فطيره وقسمها على مرتين، بحيث ان انا ما صعبش الامور على اللي لسه يعني مبتدئه كده جواز ولسه يعني عايزه نفسها تعمل حاجه جديده كده وجميله ولسه مش عارفه يعني. خلاص اهو يا حبايبي ما شاء الله. لو انت سبتها كمان حبه تبقى سهله معاكي في الفرد اكتر من كده واحسن من كده، بس انا زي ما قلت لكم انا كان عندي شغل والفيديو معمول اصلا في وقت يعني كله استعجاله كده، فمعلش بقى هعوضكم ان شاء الله. شايفين انا بقى بحط زيت عشان يبقى سهل في الفرد. بحط معايا حبه زيت اهو عشان يبقى سهل معايا في الفرد، افرد براحتي كده واللي انا عايزاه اعمله اهو. انا قاسمه الفطيره دي على مرتين عشان اسهل عليك. شوفين ما تعرفيش تعملي بايدك كده وتضغطي بايدك على الفطيره بتمشي معاكي هي بكل سهوله، ناعمه وجميله ما شاء الله اهي. وانا قاعده على القياس تحت المروحه كده حاجه سهله وجميله. طبعا انا عامله 4 انما انت ممكن تعملي واحده. جربي حظك في واحده، اعملي واحده كده وشوفي المره الجايه تعملي 2 وهتشجعي، وبعد كده تعملي زي ما انت عايزه تعملي وتهادي كمان، تهادي حماتك تهادي سلفتك تهادي اي حد. شايفين اهي بحركها كده اهو، بس كده اهو بايدي، بس بايدي اهي سهله خالص سهله خالص. بايدي بحرك الفطيره وفي دقيقه هفردها ان شاء الله. شايفين الجمال؟ شايفين الجمال؟ طبعا انا مستعجله عليها. انا لو كنت سبتها حبه كمان، بس عندنا بقى الست ندى هي اللي مستعجلاني فمعلش اهو. حته سمنه صغيره على حبه زيت، انا كده الدنيا تمام. مش لازم انا واكلف تكلفه مثلا تكون عاليه عليا. التكلفه دي ممكن تخليكي ممكن تخليكي تاني يوم تقولي لا انا امبارح عامله تكلفه كذا لا، على قدك واللي في بيتك تعمليه. طبعا هي اتخرمت مني حاجه بسيطه كده دي ما يهمكوش، ما فيهاش اي حاجه، ما يعيبش الفطيره، ما يعيبش الفطيره. زي ما قلت لكم انا مني مستعجله، دي اللي خلاها لسه كده يعني. هي لو ما اجي افرد النص التاني هيكون احسن من ده كمان اهي. ادي الفطيره حته سمنه صغيره، لو عندك حته سمنه بلدي جميله، حته السمنه البلدي جميله تخلي لك الحاجه لها طعم وريحه اهي. اتفردت معانا الفطيره بكل سهوله. شايفين الارضيه بتاعت الصينيه اللي معايا؟ ممكن ما عندكيش بتاع بلاستيك زي دي كده تعملي عليها صينيه، تغسلها كويس، تغسلي ظهرها كويس وتعملي عليها ممكن عندك ترابيزه تعملي عليها، وبعد كده بتمسحيها حته اسفنجه كده بحبه بتاع بريل كده صغيرين خالص، وتقوم جايه ماسحه الترابيزه بتاعتك ولا اكنك عملت عليها اي حاجه اهي يا جماعه. اهي اتفردت معايا بكل سهوله. طبعا انا قلت لكم لو انا مثلا سبتها حبه كمان ما كانتش اتخرمت معايا كده، بس للاسف يعني كمان استعجلت عليها. يعني انا ابتديت على طول يا دوبك قرصت يا دوبك ابتديت على طول. بس شوفوا العجينه الحلوه اللي هي الناعمه، لا مكلكعه معاكي ولا اي فيها كلاكيع ولا اي حاجه اهي. بمشي ايدي بس يا دوبك كده بحبه حته السمنه وحبه الزيت اهي. طبعا انا مش عايزاها تبقى سمينه قوي. حوش ايدك يا واد،
معلش بقى من لازم نتكلم ببق، لان مهما شور مفيش فايده، فلازم نتكلم ببقنا. نوحش ايدك يا وائل، ده وائل ابني يا جماعه. ربنا يخليه يا رب ويخلي لكم. انا ام الحمد لله ل3 بنات وولدين. يا رب يخلي لكم يا رب، ويخلي الكل من كان. بحمد ربنا على النعمه دي، حتى لو مسؤوليتهم مهما يكون مسؤوليه تكون مثلا تقيله علينا، بس الحمد لله. بس مفيش فايده، يعني مفيش فايده مهما تبصيله، ومهما مفيش فايده. كتير هوريهولكوا، يعني كتير هوريهولكوا. شايفين الفطيره؟ انا طبقتها ايه كده باليمين والشمال، طبقت الفطيره وانا قاعده اهو تحت المروحه. والله يا جماعه شايفين؟ ادي طرفها لو تخين بشد طرفها كده، طرفها لو تخين بشد طرفها. ادي كده ايه، انا عملت كده الفطيره خلاص بمنتهى السهوله. وانا قاعده عملت ايه كده ايه، ادي واحده ايه عملتها. النص التاني طبعا هعمله وهوريه لكم. ادي الفطيره اهو من غير اي مجهود ولا تعب ولا اي حاجه. دي المشلتت بتاعنا بتاع زمان اللي هو مش داخله زبده، لان الزبده صحيح بتورق الفطيره بتخليها جميل، بس مش زي الفطيره اللي بالزبده. الزبده تبقى جامده شويه، ما ترك مساء تيجي تاكلها تلاقيها بتندخ شويه في الاكل، مش زي دي بتبقى سهله وبتبقى جميله. خلاص خلي رجلك. دي النص التاني يا جماعه، يعني انا فردت النص الاولاني قدامكم، دي النص التاني اهو. معلش انا حاطاه طبعا على العجانه اللي انا قاعده فيها عشان ارفعها من الارض شويه، بحيث ان انا ما افردها وتدلدل مني شويه على الارض، ما تلمس الارضيه. مهما يكون الارضيه بتاعتك نظيفه برضو انا بحب ان عجيني وحاجتي ما تلمس الارض. خلاص حته سمنه بتاع حبه زيت، خلاص كده. وهفردها اهي قدامكم برضو، اقلبها كده اهو. شايفين السهوله دي؟ غابت شويه عن التانيه، لان انا قايله لكم ان انا بدات على طول. دي ممكن تسيبيه يرتاح، تسيبيه يرتاح ساعه ما يجرالوش اي حاجه، لان هو خلاص كده سهله وجميله ازاي، ولا فيها كلاكيع ولا اي حاجه. حقكم عليا والله يا جماعه. انا حاسه ان انا دلوقتي يعني ان انا مش بوصل لكم معلومه يعني حلوه او صحيه، لان انا حاسه انني الحمد لله مانيش عارفه اوصل لكم اي معلومه، بحيث ان انا تعبت من ولادي بصراحه. يعني اسكت ده يتكلم ده، والحمد لله. شايفين الفطيره بكل سهوله ازاي يا جماعه؟ شايفين بكل سهوله ممكن تحركيها، ولو ما انتش عارفه تعملي ايديكي كده وخايفه منها انها تتقطع، دي ما شاء الله ما اتقطعتش زي الثانيه، ما اتقطعتش زي الثانيه. ليه؟ لانها غابت شويه. اهم حاجه ان انت بتسيبي حاجتك ترتاح. الفطير بالذات كمان معلوش خميره، ممكن تسيبيه يرتاح معاكي ساعه. في السقعه في ايام الشتاء ممكن تسيبيه ساعتين و3، تيجي تعمليه تلاقيه زاد حلاوه. نرك على عجينه، والعجين ايه، تعجني الحاجه وتسيبها ترتاح وترجعي لها تاني اهو. ما شاء الله شايفين ما قطعتش زي الاولانيه ازاي اهي، عشان انا سبتها ترتاح. شايفين الجمال اهو، ده الجمال. فطيره هتبقى ان شاء الله احلى فطيره بالعسل، علشان خاطر حضراتكم معايا. وحاسه انا بتكلم بحس اكنكم موجودين معايا بجد، اكنكم شايفيني وسامعيني وحاسين باللي جوايا وحاسين بيا. انا ست بسيطه الحمد لله، بسيطه فوق ما تتخيلوا. بحب البساطه في كلامي، ما بحبش ازوق الكلام وما بعرفش ازوقه، لان مش طبيعي ولا اتعودت عليه ولا اتعلمت عليه. الحمد لله انا اللي جوايا بقوله، ويا رب تحسوه زي ما انا حاساكوا بالظبط، وزي ما انا بحب اوصل لكم المعلومه.
الامه يا رب انتوا دايما تقفوا جنبي وتدعموني، لان انا بجد محتاجه دعمكم، محتاجه ان انتوا تقفوا جنبي علشان خاطر يعني هرجع واقول انا مش نفسي ان انا ما اتحوكش لحد، والحمد لله. شايفين الجمال؟ قد كده انا ده النص التاني بتاع الفطيره. فانا هعمل ايه بقى؟ بجيب النص ده واقوم حاطاه هنا كده والم الفطيره عليه اهو. شايفين؟ زي ما قلت لكم سهل جدا وبسيط، وانا قاعده دلوقتي وبعمله سهل جدا. حبه سمنه صغيرين، مش شرط يعني ان انت تغرمي نفسك او تشيلي نفسك فوق طاقتها. تعملي لاولادك اللي نفسهم فيه، اعملي في بيتك نفسهم وجبه جميله جدا وسهله وبسيطه. والعسل بتاعها من قلب بيتي برده، بتبقى كوبايه سكر عليها كوبايتين ميه على نص ليمونه نطره فانيليا في الاخر. ولو حطيتي معلقه سمنه بلدي في قلب العسل هتيجي الطفه تقوم حاطه معلقه سمنه بلدي في قلب العسل. يا سلام يا سلام على الريحه والجمال والطعم. شايفين؟ ادي الفطيره يا جماعه، ادي الفطيره انا قسمتها 2 قدامكم، قسمتها 2 عشان ما صعبش على نفسي وعليكم اهو. الطرف طبعا بيبقى تخين او ما شده كده، ما يهمكوش خالص، شدوا اعملوا ما بدالكم فيها، وفي الاخر بتبقى جميله جدا. واهم حاجه تيجي تسوي، عارفين ان انا كنت في الاول اول ما اشتغلت واجي اسوي الفطير ده اقوم عليه الفرن يحمر من تحت ومن فوق. ناس مش هقول لكم، مش هخبي عليكم، في ناس قالت لي يا لبنى الفطير بيبقى من جواه عجين. فانا طبعا ازاي يبقى من جواه عجين؟ طبعا لازم اعالج حاجتي، لازم انا خلاص فتحت مشروع وعايزه المشروع ده يكسب، وعايزه تعملوا دراسه جدول ان انت تخلي مشروعك يكبر وتفهمي غلطاته وتحليها. طبعا عرفت ايه الغلطه اللي في الفطير، ان انا بعلي فرني خالص عليه يحمر من فوق ومن تحت ويبقى شكله جميل وقابب وجميل. ورك طبعا ما طلعته وحطيته في الكيس بيبقى قلبه فعلا عجين. اشكر كل حد خد مني ونصحني لوجه الله، اشكرهم جدا جدا جدا، لان هم لولا ان هم خدوا مني وبقوا ينصحوني دي محبه يا جماعه، عايزين يقفوا جنبي. ربنا يصلح لهم حالهم يا رب ويسعدهم ويسعد ايامهم. شكرا ليهم شكرا ليهم شكرا ليهم، انهم كانوا بينبهوني لحاجات انا ما شفتهاش، لان طبعا كنت بعمل وببيع ما باكلش من حاجه عشان اعرف عيبها. فطبعا هم اللي بقوا يعرفوني العيوب، عيب الحاجه، لا الحاجه دي حمراء قوي، لا الحاجه ديت فيها كذا. فبدات ان انا اشتغل على نفسي واعرف عيوبي من زبايني. انا بقول لهم كتر الف 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 خيركم، بصراحه بصراحه الشكر والفضل يرجع ليكم، شكرا كتير. انا فردت الفطيره قدامكم سهله جدا وبسيطه، وسيبها ترتاح خالص وبعد كده ببططها واحطها في الفرن. فان شاء الله انا هفرد التانيه برضو قدامكم ومش هتاخد مني اي حاجه. ولو عايزه احطيها على حاجه اعلى من كده بحيث ان هي كبيره معايا، لو انا فردتها بمره واحده وهي كبيره معايا ما تدلدلش خالص على الارض، فانا هوريكم انا هعمل ايه. خلاص دلوقتي عايزه افرد فطيرتي وانا واقفه، مش حابه ان انا افردها وانا قاعده، او ما بعرفش افردها وانا قاعده، لان في ناس بتبقى صعب عليهم الفرد وهم قاعدين، لانهم طبعا من كتر عمايل الفطير هو اللي بيعلمك ازاي تفردي بمنتهى السهوله تبقى ايدك خفيفه عليه. بقوم جايبه الصينيه دي حطها على الترابيزه دي عادي، ولا تقطعها ولا اي حاجه. وممكن لو انت عندك كومودينو بتاعك ممكن تحط عليه فوطه. انا هحط فوطه قديمه اهي عندي، كنت حاطاها كده على الشباك تحت عشان اتحكم في الحاجه. ادي الفوطه دي قديمه عندي، انا ما بستعملهاش يعني مثلا ما اكون عايزه اغطي حاجه او كده اهي. زي ما قلت لكم اي حاجه كده معاكي اسفنجه كده صغيره وتمسحي بيها مفيش مشكله. خلاص هفرد عليها بقى الفطيره. معلش احنا منال بقى طبعا اللي معايا، لا مش هتسابتني، منال اللي معايا واللي شوفي ولادك يا ماما، شوفي ولادك يا ماما. بس انا هعمل ايه؟ ربنا يا رب يهدي. خلاص يا منال خليكي علشان خاطر على الصينيه على ما انا اجيب الفطيره. طبعا هتلاقي معايا حجمها ايه ما شاء الله كبير. طبعا بغطي كويس جدا عشان معايا المروحه وبشتغل تحت المروحه عشان الحاجه ما تنشفش مني.
خلاص حبه زيت، لان انا معرفش افرد من غير الزيت، بيسهل عليا جدا في الفرد. بدل ما اعمل بالنشابه او اعمل باي حاجه، نقطه زيت اهي. ولو مش عايزه تستهلكي الزيت او تعملي، بس هي نقطه والله ما بتعمل اي حاجه، وبتساعد معاكي على ان الفطيره بتبقى ما شاء الله بتحمر من جميع الجهات، مفيش حته في الفطيره تبقى بيضه. خلاص ممكن تعملي بالنشابه عادي، ممكن تعملي عادي باي حاجه عندك. الخبازه بتاعتنا دي عارفينها، بتفردي بيها وبتبقى جميله جدا جدا، وتفردي بحقها بس بحبه دقيق. بس انا بقى طبعا بسهل عليكم خالص، بسهل عليكم اللي ما بيعرفش يفرد بسهل عليه. وقلت لكم انا ما بستعملش زيت كتير برضه، وفي نفس الوقت بيساعد على تحمير الفطيره، بحمرها وبورقها. خلاص دي فطيره يا جماعه انا هعملها بالسمنه البلدي كده. يعني التاني كان عادي سمنه عاديه وعادي، انما دي كده سمنه بلدي كده بتبقى جميله. تاكليها كده بحته جبنه يا سلام بقى عليها كده، بحته جبنه بيضه، جبنه حادقه، اي نوع جبنه انت بتحبيه بتبقى جميله جدا. خلاص معلش يا البنات الصغيرين بقى، انا هعمل ايه؟ شايفين الفرد في دقيقه اهي كده، وانا واقفه ومفيش اي صعوبه فيها خالص، اي صعوبه خالص. شايفين وما شاء الله كل الفطير ما تقعديه، كل ما تكسبيه في الفرد ما ينقطعش منك ولا يجرى له اي حاجه. بس للاسف اول واحده انا كنت مستعجله عليها عشان ندى تلحقني، فالحمد لله يعني منال قامت بالواجب، وهي اللي معايا الوقت بتصورني. منال بنتي ديت انا بقول لها دايما البنوته الوسطانيه، بقول دايما لمنال يا بنوته الوسطانيه. يلا الحمد لله. شايفين يا جماعه؟ مش هرجع افكركم تاني واقول لكم انا يا جماعه محتاجه دعمكم، ان انتوا تدعموني بجد. مش هفكركم دايما باللايك ولا هفكركم بالاشتراك، لان بصراحه ناس ما تعرفنيش من غير ما تعرفني لقيتها عامله لي اشتراك ولايك وبحكي لي كومنتات جميله جدا جدا جدا. يا رب يا رب يخليهم. شايفين ما شاء الله الفطيره انا فردتها يا جماعه بمنتهى السهوله، ما خدتش اي حاجه. حته السمنه البلدي. طب السمنه البلدي ديت انا عشان اطعمها واخليها لها طعم في الفطيره احط عليها ايه؟ حبه ملح صغيرين. حبه الملح دول يا جماعه بيفرقوا في الفطيره قوي قوي قوي، تيجي تاكليها تلاقيها مغمسه نفسها كده وطعمها جميل. انما لو حطيت السمنه عدبه ما بقاش لها طعم، حتى الفطيره ما يبقاش لها طعم. انما حبه الملح دول بيظبطوا السمنه ويظبطوا الحاجه. انا بقول لكم كل حاجه بتفاصيلها، بتكاتها، بحلاوتها، بجمالها. يا رب تستفيدوا مني، ويا رب دايما يبقى بينا وما بين بعض كده حب، ويدوم ما بينا التواصل يا رب. خلاص ادي الفطيره اهي يا جماعه، ما خدتش اي حاجه وانا واقفه، وفي دقيقه. مش شرط بقى الاقي الدنيا سمنه وانطر هنا وانطر هنا، لا ايديا تبقى خفيفه على الحاجه كده وتبقى سهله. شايفين ايدي اهي في دقيقه اقوم حطها على الفطيره، مش مثلا اوقع هنا وهنا، لا مفيش اي ملوش لازمه يعني. خلاص ادي الفطيره بتاعتي، ادي الفطيره اهي، ادي الفطيره بتاعتي يا جماعه. شايفين انا بفرد الحروف اهي بمنتهى السهوله. افرد الحروف خالص اهي، حتى لو اتقطع مني الحرف ما تخافيش خالص. ادي الفطيره معايا اهي، اعتبر هي خلصت دلوقتي. والله يا جماعه انا عايزاكم تزهقوا مني وتحتبروني كده ضيفه خفيفه عليكم في بيوتكم كده، بخش عليكم كده فجاه كده. بس والله انا بحب دايما انصح، محدش يزعل مني من الامهات الجميله اللي انا ذكرتهم النهارده وقلت امهاتنا، لا لان انا بحبكم كلكم والله. يا رب يخليكم، يا رب البركه بيكم. انتم اللي عاملين لنا حس في بيوتنا، وانتم الامان، وانتم البركه، وانتم كل حاجه حلوه. بس انا اتمنى ان اي حد بيتدخل في حياه ولاده يتوقف بقى، وكفايه كده، كفايه بجد، كفايه علينا. كفايه علينا الحاجات اللي بنسمعها وتتعب نفسيتنا وبتزعلنا كلنا يا رب. خلاص
كده انا بطبقها ايه 4 تطبيقات. طبعا انا فردت فطيره في النص يا جماعه، فردت فطيره في النص. يعني دلوقتي انا ايه هفردت دي قدامكم عشان تشوفوا وبسهل عليكم الامور. يعني وانا قاعده فعملت واحده قسمتها، ممكن تقسميها على 3 مرات وتعمليها على 3 مرات، ما تاخدش منك اي حاجه، مره في مره. كل ما بتعملي فطير بتعرفي له اكتر وبتستفادي اكتر، ومنك لنفسك بتعرفي اخطائك اكتر. خلاص، وبعد كده بتلاقي نفسك بتعمليه كأنك بقالك سنين شغالة فيه، وأكنك شيف فعلا بجد. بكل حركاته وتكاته بتعرفيه، بتعرفي جماله، ووجبة سريعة وجميلة وما شاء الله. يعني لو اشتريت الفطيرة من بره، انا بتكلمش عن اسعار بلدنا هنا، اسعار بلدنا الحمد لله، انا بتكلم عن اسعار اللي بره بتبقى سعرها عالي جدا. فاحنا ليه بقى نشتري باسعار عالية علينا؟ حاجة كده تبقى موجودة عندنا وفي بيتنا ونعملها من غير ما تاخد مننا اي متاعب او نحس ان الحاجة دي تقيلة علينا. خلاص اهي الفطيرة خلاص كده خلصت. ادي الفطيرة اهي اهي. مقولكوش بقى على ريحة السمنة البلدي ما شاء الله، بتبقى ريحتها كده جميلة. بالهنا والشفا يا رب لكل اللي ياكل حاجة، وكل واحد ربنا يحلله زاده، وكل واحد ربنا يا رب يرزقه من اوسع الابواب، ويبارك في عمره وفي وفي رزقه وفي اولاده، اللهم امين. شايفين يا جماعة؟ ادي الفطيرة هي عملتها اهي اهي. دي الفطيره كانت اكبر فطيره معانا، حجمها حوالي كيلو الا ربع دقيق. بتبقى كبيره معانا ما هي صغيره، او ممكن تعمل لها كيلو دقيق كمان. تعملي واحده كيلو دقيق وعايزه تعمليها على مره واحده، مش عايزه تقعدي تقسميها وتعملي، تقوم عاملاها على ترابيزه عاليه وفي دقيقه مش هتاخد منك ثواني. اما اجي اسوي هوريها لكم، وهوريكم العسل اللي انا عاملاه والحاجه اللي انا عاملاها. ما شاء الله. شايفين يا جماعه انا خلصت الفطير ده على فكره والله العظيم. لونه يعني الكاميرا التليفون يعني ايه، التليفون على قدنا كده يعني، ما هوش جايب لونه الحقيقي. ما شاء الله لونه جميل ما شاء الله. شايفين الفطير جميل ازاي؟ حط اللي انت عايزاه، المكسرات اللي انت عايزاه. ممكن تحطي فورماسيلا بعد ما يبرد خالص، تحطي الفورماسيلا عليه، تحطي جوز الهند مشطوفه، حطي اي مكسرات انت حباها. خلاص. التانية اهي ما شاء الله جميلة، والاتنين التانيين انا كنت عاملاهم سادة واصحابهم جم خدوهم لسه دلوقتي، فما لحقتش اصورهم يعني لكم معلش. ما شاء الله جميلة وقريتها جميلة. شايفين؟ تبقى بالعسل كده تاكليها جميلة ما شاء الله. حاجة كده تحفة، منها تبقى حاجة حلوة ومسكرة وحاجة جديدة، وفي نفس الوقت يعني بدل ما تشتريها من بره بالشيء الفلاني، لا ده جميلة وكفاية ريحتها، حاجة شغل عالي من الاخر. خلاص استناكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، والفيديو الجاي يبقى اجمل واحسن.